صلاة ليلة 22 من شهر رجب الخير، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة الخميس. يعني بعد ما يخلص نهار الأربعاء اليوم تأتي ليلة الخميس. ثواب هذه الصلاة عند الله عز وجل فيها حسن الخاتمة، يعني ما تخرج من الدنيا إلا وأنت تائب. لذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة ليلة 22 من شهر رجب، فقط اسمع ثواب هذه الصلاة. هذه الصلاة فيها ثلاثة خصائص. الأولى: لم يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة، ويكون موته على الإسلام، ويكون له أجر 70 شهيدا. من صلى صلاة ليلة 22 من شهر رجب، والضامن منه رسول الله صلى الله عليه وآله. كيفية هذه الصلاة: الصلاة 8 ركعات، يعني مثل صلاة الصبح 4 مرات، كأنما تصلي صلاة الصبح 4 مرات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و7 مرات سورة قل يا أيها الكافرون كاملة. ومن لم يحفظ سورة قل يا أيها الكافرون بالإمكان أن تقرأها عن طريق الموبايل أو عن طريق المصحف الشريف وأنت بالصلاة، ماكو إشكال. أكرر: الصلاة 8 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و7 مرات سورة قل يا أيها الكافرون. وممكن أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس، ماكو إشكال. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح شقد 4 مرات. كل ركعتين فيها نية، تقول: أصلي صلاة ليلة 22 من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ التشهد والسلم. وكذلك في ركعة الثالثة والرابعة نية: أصلي صلاة ليلة 22 من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ التشهد والسلم، وإلى آخره. وقت هذه الصلاة من بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر. بعد ما تتم وتكمل هذه الصلاة، تصلي على محمد وآل محمد 10 مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد. وأن تستغفر الله كذلك 10 مرات، تقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فلا تقصروا من صلاة ليلة 22 من شهر رجب. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. وأرجو من جميع أحبتي الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع لتعم الفائدة للجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.